تليفون البنات اللي بيحمل لها التليفونات ويستخدمنا في غير محله. كيف قلت؟ ايوه على بنتها. انا مره سمعت ان واحد يعني ركب بين باص، وبعدين قال واحد عندنا تليفون، لما شاف لهم تليفون بيانه، ولما بيانه اشتغل في راسنا القصيده، و روحت كيفت وخزنت وقلت بس بيانه ما تشابه بنتها كم جوال. اكلمك صدق هي حرمه متشابه، ومن هو الذي شرع عليك بمثل الافعال؟ ولا اذا حكن عليك اشتري لي يا بابا. ايوه احزم امورك وخلك واعي ورجال، واعلم بانه كذا الاسلام ما يرضى به. هذه غباوه وهذا نوع من الاهمال. واجب علينا نحمي الدين وشبابه، وفساد آلام مجتمعنا كمثل ذي الاشكال. البنت لازم لها من عين ورقابه. البنت عند الذي حر مثل ما الدمال. واجب عليها الحفاظ من ابليس وكلابه، ولا انا كذابه؟ ايوه نعم. واجب عليها الحفاظ من ابليس وكلابه قبل الاشاعات والتبويخ وقيل وقال. البنت لها حقوق على ابوها وتحظابه، مش من جمل تحتجب تخرج على الجمال. جمال الشيء قالوا يعذب كل من سابه. لما البنت تحمل جهاز، هل هي من رجال الاعمال؟ من رجال الاعمال. وما هو الكلام الذي على انفراد تحاكى به. وكم في الشريحه معها مده استقبال بآلاف تشحن كروت وتخرج تمشابه. كم نغمه معه وكم صوره من الديجيتال مصوره ما يكل قصون اصحابه. المتصل من وبما هي تتصل يا خال؟ عندك خبر رن من له تلاقابه؟ ما سمعت ان الكثير اصيبوا بالافشال، وكم من وكم بنت ناس ضاعت باسبابه. طيب انا بسالك وانت جاوب على السؤال. هل انت معها في الغرفه حين تخلابه؟ وعندك خبر متى تجي الشبكه او الارسال؟ ومن نصحناها يقول هذه السلابه. السلاب ايش وانت داري انها جهاز بطال ولها ازرار كثير لتحويل اعرابه. الكاد حل شوف مع البنداء والزلزال. جوالها حلو فرحانه تبهابه، وبعدين ابوك هيمره من نوع الآل. هل يجوز بنت كما هذه الهابه؟ اوجه كلامي اللي من بنتها له تحتال، بل موجه ما اقول كل بيت واربابه. كل انسان الا فيه من العيوب خصال، بس الحر يخليه مفتح ويحسب حسابه. هذا زمان الفتن وسخريه الانذال والدجل والاحتيال والنصب ومن صابه، واحنا عرب مسلمين ليس الاستئمال. والحر يحزم امور البيت في غيابه. انا لا اقول لك حط عليها حرس واقفال، بس الغلط هو الغلط والكل يدرابه. الله اكبر. طبعا اعزائي المشاهدين، الوسائل المتاحه الان في التليفون، التلفزيون، الانترنت جميله ورائعه، بس في ناس بيستخدموه يعني بطريقه غير شرعيه. طريقه غير شرعيه. وبعدين في ناس لا يا استاذ خالد، في ناس ما ينتبهوش اهلهم معهم. تدخل وتخرج تروح وتيجي، لازم انك تاخذ اقل حاجه تشوف بنتك او ابنك. هذه رساله الاباء والامهات. ايوه هذه رساله الاباء والامهات. ايوه لازم يركزون على ركز على بنتك. ايوه بتصير انت بترجع عند كذا تسالها، تشوف التليفون، تفتش التليفون. هذا من حقك، واجب عليك، لان احنا في عصر فعلا الفتن. ايوه حبيبي. ايوه والله انك صادقوا. والله صادقوا. ايوه انا صادقوا والله. شوف يا استاذ خالد، عندي قصيده قلت فيها وهو